يعني الوضع الإنساني في الشهباء يعني ينذر بكارثة إنسانية. طبعا الوضع الإنساني مرتبط بالحصار اللي بتفرضه الحكومة السورية طبعا عبر الحواجز اللي بتحكمها الفرقة الرابعة. طبعا مناطق الشهباء من 4 سنين وأكثر من وقت نزوح أهالي عفرين هي تعاني من هذا الحصار، ولكن في بعض الأوقات الحصار يشتد ويصل إلى الذروة. طبعا الهدف من هالحصار هو واضح، بفصل الشتاء خاصة مع قدوم الشتاء وانخفاض بدرجات الحرارة الحصار يصل إلى ذروته، تمنع منعا باتا من مرور قوافل المحروقات من المازوت والغاز المنزلي وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك تفرض رسوم جمركية كبيرة جدا لعبور القوافل الأخرى مثل قوافل غذائية، المواد الصحية، الاحتياجات اليومية. طبعا هي هدف الحكومة السورية من وراء هذا الحصار هو إفراغ منطقة الشهباء من أهالي المهجرين قسرا، العفرينيين المهجرين قسرا إلى الشهباء، لإفراغ المنطقة من جهة، والجهة الأخرى والنيل من إرادة الشعب المقاوم، لأن أهالي عفرين عندما قدموا أو جاءوا إلى الشهباء كان هدفهم هو المقاومة للعودة إلى مدينتهم المحتلة. طبعا من جهة أخرى حسب المصالحات التي تصير بين الحكومة السورية وبين تركيا وبين القوى التي هي موجودة على أرض الواقع في الشباب مثل مركز المصالحة الروسية، مثل الإيرانيين، حكومة دمشق، النظام السوري. كل هذه الجهات هي لها يد أو هي لها صلة وثيقة جدا بفرض هذا الحصار على مناطق أو مقاطعة الشهباء بالأكمل برضائهم وبمؤامرة أو باتفاق بين هذه الجهات. طبعا الهدف هو دعم تقديم الدعم للحكومة السورية ولإفراغ المنطقة من أهالي عفرين المهجرين قسرا. وأيضا من جهة أخرى اتفاقيات المصالحة التي جرت بين تركيا وبين روسيا تفرض عليها أيضا بفرض الحصار الخانق على العفرينيين بالتزامن مع الهجمات اللي بتقوم فيها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والطيران التي تستهدف المدنيين في ناحية شيراوة، الرفعت، شارة ومناطق أخرى من مناطق الشهباء. القصف اليومي المتكرر والمتعمد، القصف بالقذائف وبالصواريخ وأيضا بالطائرات المسيرة التركية. طبعا كل هذه الأمور هي مثل ما ذكرنا هي نتيجة المصالحة، علاقات المصالحة أو إعادة العلاقات بين الحكومة السورية والحكومة التركية. طبعا الروس هدفهم واحد هو إعادة السيطرة للحكومة السورية، وبذلك هي أيضا تقدم تنازلات للأتراك وتكون هي أيضا جزء من هذه الخطط التي تقوم بها تركيا. يعني نحن كمجلس مقاطعة وكإداريين الشعب في مناطق النزوح في المخيمات وفي القرى، طبعا كانت محاولاتنا جدا يعني محاولات كثيرة لتقديم الدعم للأهالي، ولكن كانت هذه المحاولات مع الأسف حتى الآن لم نستطع تقديم مادة مازوت التدفئة للأهالي. وطبعا كانت محاولاتنا منذ يعني أكثر من شهور، يعني من 2-3 شهور العلاقات. حاولنا لتمرير قوافل التدفئة مازوت والغاز إلى مناطق الشهباء، ولكن ترفض الحكومة السورية تمرير هذه القوافل، بالإضافة إلى رفع الضرائب الجمركية لمرور القوافل.